مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم. انقلاب حافلة لنقل المسافرين بين البيضاء والمحمدية يخلف عشرات المصابين. إليكم التفاصيل. تسببت حادثة سير خطيرة وقعت صباح الأحد على مستوى طريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والمحمدية في إصابة 39 شخصا بجروح، وذلك إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مشارف مدينة المحمدية. وأفاد بعض المصادر أن الحادثة وقعت حينما حاول سائق الحافلة تفادي الاصطدام بسيارة كانت أمامها، الأمر الذي جعله يفقد السيطرة على الحافلة وبالتالي انقلابها. وأضاف المصدر ذاته أن عددا من سيارات الإسعاف حلت بمكان الحادث من أجل نقل الجرحى إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية من أجل تلقي العلاجات الضرورية. نشكركم جزيلا على تتبعكم، إلى اللقاء.